أرحب بحول ذات الموضوع طبعا بالشيخ عبد الله الصالح، نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي البحرينية أيضا من المنامة. الشيخ عبد الله الصالح، يعني بداية كيف هي نسبة الإقبال والمشاركة في هذه الانتخابات، ونحن طبعا على بعد ساعات قليلة، يعني ساعتين أو ثلاثة لإغلاق صناديق الاقتراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإقبال هذا العام هذه الانتخابات أقل بكثير من 2006، يعني كثير أضعاف، والمراقبون يشاهدون هذه الحالة. ما السبب في ذلك برأيك؟ طبيعي يعني الأسباب الموجودة معروفة. يعني أولا العمليات الأمنية الأخيرة وتكميم الأفواه اللي صار، وإغلاق صحف المعارضة، معظم الجمعيات المعارضة التحالف السداسي أغلقت صحفها، وإلى اليوم لم تعاد هذه الصحف، وواحدة منها جمعيتنا جمعية العمل الإسلامي إلى هذا اليوم لم يسمح. طيب شيخ عبد الله، ولكن الآن ذكر السيد حسن الدوسري بأنه هناك ليس أي مضايقات تحصل على أو حصلت على المواطنين. يعني هذا كلام يحتاج إلى دليل. احنا نقول دليل واضح. صحفنا صحف المعارضة نشرات متواضعة، وليس فيها غير أخبار الجمعيات وبعض آراء الجمعيات السياسية. مع ذلك هي أغلقت قبيل الانتخابات علشان لا يسمع إلا صوت السلطة فقط. أما السبب الثاني في الحقيقة فهو حالة الإحباط العامة من هذا البرلمان المنقوص الصلاحيات، والمرادف له مجلس معين مكون من 40 شخص يقود العملية السياسية. الناس تعلم علم اليقين أنهم انتخبوا أو لم ينتخبوا النتيجة واحدة، ولو يدخل في هذا البرلمان أكثر الشخصيات في البلد لا يستطيعون أن يغيروا منه شيء. طيب شيخ عبد الله، باختصار شديد لو سمحت لضيق الوقت، يعني إذا ما هي ملاحظاتكم على سير العملية الانتخابية اليوم، لا سيما لناحية نزاهتها؟ نعم، العملية الانتخابية في النزاهة هناك كلام كثير في قضايا المراكز الإلكترونية والتصويت، وجسر الملك فهد بين البحرين والسعودية شاهد على ذلك. أعداد غفيرة تأتي تصوت ثم تعود إلى السعودية لأنهم يحملون الجنسية البحرينية، لكن حقيقة غير موجودين في البحرين. كذلك المراكز العامة الأخرى التي لا يعلم أحد كتلة طيارة تستخدمها الحكومة في أي مركز تريد. الأمر الثالث شطب أكثر، يعني كثير من الأسماء من الناخبين شطبهم من كشوف الانتخابات، وهذه حصلت تقريبا في كل مراكز الاقتراع يعني منطقتنا احنا الدائرة الشمالية، الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية 300 شخص فقط وقت الصباح أعيدوا لأن أسمائهم غير موجودة في الكشف. نعم. الشيخ عبد الله الصالح، نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي البحرينية، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.